اسعى، اسعى للرزق. لكن ارضى بما كتبه الله لك. لان انت مهما عملت مش هتعرف تغير اللي مكتوب لك. انا شفت الحديث ده، يعني طبعا في احاديث قدسيه واحاديث نبويه. انا عملته تاتو لان ده مبدئي في الحياه. انا عمري في حياتي ما طلبت اي شغلانه، عمري ما طلبت ان انا ادرب الزمالك، عمري ما طلبت ان انا احلل في قنوات عالميه ولا قنوات مصريه، ولا عمري طلبت اي شغلانه. الحمد لله بشتغل، بصحى كل يوم الساعه 5 الصبح، اخلص حاجتي اللي انا بعملها الصبح بدري بتاعتي انا، 8:30 بالكتير، الساعه 9 في المكتب، نازل شغال بسعى. ايه بقى اللي هاجي لما بتسعى وبتبقى راضي، وبتبقى راضي باللي ربنا شايله لك، بتلاقي الحاجات الكويسه بتجيلك لغايه عندك. ده رايي يعني. الحاجه التانيه، الخير بيجيب خير. احنا مؤمنين بكده. وفي كل الديانات على فكره، في كل الديانات ربنا يعني بيقول لك ايه؟ اقرضني قرضا حسنا وهترجع، ده هيرجع لك يعني.